يا أخي ده أنت فلشتنا على الفيسبوك. يا أخي ده أنت مضايقنا وخانقنا على خدمات التواصل الاجتماعي. مفيش غير العمدة بيوم، مفيش غير العمدة بيومي. مش هتشوف غير العمدة بيومي، ومش هتشوف غير أحمد بيه الضراب. مش تكبر ولا عناد، دي محبة. وقلت لك المحبة وضحى الرب العالمين، ومحبة من الآباء. يا أخي بس فلسنا منك كل يوم فيديو، كل يوم فيديو. قلت لو أطول كل ساعة أنزل فيديو أنزل، لو كل دقيقة أنزل فيديو لحب لأحمد بيه الضرابي أنزل، وهتشوفوا كتير. ده محبة من الله. الراجل ده يستاهل يا جماعة، الراجل ده يستاهل، الراجل ده يستاهل إنه وقفوا معاه. وأنا مش هنفتح أبواب مغلقة، وعمري ما بحب الفتن، وعمري ما هجري على الخراب، وعمري ما هجري على عملية القبلية. الراجل ده يكفي ما تكلمش عن القبلية ساعة واحدة. الراجل ده يكفي إنه أنا ما قالش أنا من بيت فلان ولا بيت علان ولا كذا ولا كذا ولا سمهود ولا كله ده ما قالهوش. يكفي الراجل إنه عاوز حب الناس، وده حب الناس يكفي. مع احترامي للثلاث نواب، كلهم لهم الاحترام والتقدير، وكلهم ارفع لهم القبعه واديهم تحيه السلام. ولكن انا بدافع عن شخص انا حبيته، لا عاوز منه مصلحه، ولا عاوز منه وظيفي، ولا عاوز يخدمني في اي شيء. محبي شفت نفسي وشفت حالي معاه، شفت انه انا مبسوط مرتاح. انا اللي يخص بيومي الكلام انه بيت الضرابي تاريخ، ومركز ابو تشت وعائلات داخل مركز ابو تشت تاريخ، سمهود تاريخ، القرى اللي مجاوره لسمهود تاريخ، نحن نفسنا تاريخ، جميع القرى في مركز فرشوط تاريخ، مركز فرشوط نفسه تاريخ. يبقى لما اتكلم عن التاريخ تذكر الضرابي، بيت الضرابي تاريخ. لي سؤال وعاوز الجواب منه الناس سمهود، هتوقفوا مع الراجل ده وقفة يد واحدة؟ هتوقفوا مع الراجل أحمد بيه الدربي وقفة راجل ولا هتخنوه؟ لو خنتوا أحمد بيه الضرابي يبقى خنتوا نفسيكم. محدش يزعل مني، محدش يزعل مني إنه أنا بقول الكلام دي، محدش يزعل مني إنه ولد القلعات مع يقول الكلام دي، لأنه الرك كله على سمهود، المدفع وراس المدفع سمهود. لما انتوا ما تقفوش مع ولدكم مين يوقف معاه؟ لما انتوا تدافعوش عن حقه مين يدافع عنه؟ لما انتوا ما تسندوش ولدكم يا ناس سمهود والقرى اللي مجاوري مين يساندها؟ لما نشوفك انت في الصورة اعطي احمد بيه الدربي، ومن ورا لا قد فلان ولا علان. القصة مش كده يا جماعة، القصة عملية دم حر، عملية أنا تربيت من بيت، عملية إنه أنا راجل. سواء حالف أحمد الدربي الحظ أو لم يحالفه مسانده لآخر نقطة، ودي مش هتضحك علي الناس. سواء ما حلفوش الحظ وإن شاء الله هيحالفوا الحظ، ما تزعلش أي حد، وأفضل رافع راسي. ابن الحسينية وابن الحبيلات الشرقية هيفضل رافع راسه، لأنه تربيت على مبدأ ووقفت على المبدأ وعيطت راجل أنا حبيته كأخوة ومحبة من الله، وضحى رب العالمين وضحى أبائني وخوالني. فخليكم يا ناس سمهود ثابتين على المبدأ، وخليكم على مبدأكم رجالي، مش عيلة في سمهود تدي فلان ولا تدي علان وسايبة ولدها. يوم ما هنقولوا ويكون الراجل ده لا مؤاخذة لا قدر الله ما حلفوش الحظ، هنقولوا بلده خانته، هنقولوا بلدته ما عطتهوش، هنقولوا ده ما فهمش رجالي. أرجوكم يا ناس سمود ما حدش يزعل مني،
أرجوكم يا قبائل ويا عائلات ما حدش يوجه كلام بيومة أبو العمدة على إنه صراع أو خلاف مع القبائل والعائلات. لا، أنا بدافع عن دم حر، بدافع عن شخص مالك دعوة على بقبيلي ولا بعيلي ولا ببيت ولا بقرية. النواب الثلاثة ليهم كل الاحترام والتقدير، وأنا طلعت بفيديو أو في صور معينة أعلنت إنه الصوت الثاني لعصام بركات، وعند كلامي وعن اتكلم عن لساني انا شخصيا، ما اتكلمش عن لسان اي حد ثاني. اني تأييدي لاحمد بيه الدربي رقم 1 وتأييدي لعصام بركات. يا رب تكون الصورة وصلت، ويا رب والله اكبر بينادي، وان شاء الله يا احمد بيه ناجح ان شاء الله يا احمد بيه، والله اكبر مرفوع الاذان، صوتك فوق فوق. كفايه دمك الحر، كفايه انك انت من بيت نظيف، كفايه من انك من قريه صمهود اللي اتحدت على راجل اتنجحوا. كفايه انك انت لا داعي انك انت مش عاوز اوجه العمليه قبليه، انت راجل وهتفضل راجل في عيوني. ارجوكم ما حدش يزعل من كلامي. في ناس كتير هتطلع يا اخي احنا زهقنا منك، يا اخي احنا فلسنا منك، يا اخي احنا تعبنا منك. فلست مني وزهقت مني ما تسمع لي شيء. زهقت مني وفلست مني اول ما تشوف الفيديو بتاعي اقلب. تحياتي لكم، والرساله دي اتمنى توصل لاهالي صمهود بالاخص، وعلى جميع قرى مركز ابو تشت ومركز فرشوط وقرى مركز فرشوط. ابنك امانه في رقبتك احمد بيه الدربي، ابنك امانه في رقبتك، ابن احمد الدربي. صمهود مع ابنكم هتتحاسبوا على الكلام دي، هتتقال في قفاكم رجالي اما مش رجالي. ما تزعلوش انه انا بخبط في الكلام واقول صمود، لانه انا عارف صمود هتوقف مع ولدي يد واحده. صمهود اليد الواحده مع احمد بيه الدربي. خلافك معاه سيبه، خلافك معاه عاتبه بعد ما تخلص الانتخابات، وهيجيك ويعتذر لك ويقول لك حقك علي. اوعى تتكبر وتقول لي لا ده هو ليه ما يجينيش. ورسالتي لاحمد بيه الدربي، ارجوك عشان الناس عاوزاه لف على جميع القرى، ولف خاصه في مركز ابو تشت وخاصه في مركز فرشوط وقرى مركز ابو تشت وقرى مركز فرشوط. الناس عاوزاه وهتديك صوتها لمحبتك مش لتكبرك، لمحبتك انت شخصيا ولبيتكم ولاهلك وناسك. ربنا معاك وربنا هيوقفك على رجليك ناجح بفضل الله. مش هتنضام يا احمد بيه ان شاء الله، مش هتبقى تحت ابدا يا احمد بيه، هتبقى فوق. واللي عاوز يقول بيومي معي يطبل بيومي معي يطبل، واللي عاوز يقول احنا زهقنا منك، احنا يزهق مني اقلب عني وما تسمع لي شيء. تاني حاجه مع احترامي، ودي مش موجهه لعمليه فتنه، انا النهارده لما عاوز ابرر موقفي عن شيء ما اجيبش اشخاص في وقت الحدث واقول لهم انا والله ما اعرف عنه حاجه، والله انا ما شفت حاجه، والله انا ما اول مره. انت فعلا ما شفتوش وانت فعلا ما تعرفوش، بس اللي وراك جابوه، انت حلفت يمين صادق بس اعوانك اللي جابوه. ده مش انا مش مدعو على الفتنه، لكن بفهمك انه الناس فاهم وعارفه انت بتحكي ازاي. تحياتي لكم، واسف من اي نايب انه يزعل من بيومي ابو العمده. انا دمي حر وواقف على ارض ثابتي، ولما اأيد بالوش عمري ما ابقى في الظهر، عشان انت نفسك يا خصمي لما هتشوفنا هتحترم. تحياتي لكم، والضرابي فوق فوق، واحمد بيه فوق فوق. بالله عليك يا احمد بيه ما تنسى الغلاب، بالله عليك يا احمد بيه كباري وطرق في مركز ابو تشت وفرشوط. بالله عليك يا احمد بيه مركز ابو تشت وفرشوط في عيونك. بالله عليك يا احمد بيه توقف مع الناس اللي هتوقف معاك وقفه رجال. بالله عليك يا احمد بيه